السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني نفحات رمضانية مع القرآن الكريم. حلقتنا اليوم عن فضل قراءة القرآن الكريم في قيام الليل، تلك اللحظات التي تتنزل فيها رحمات الرحمن سبحانه وتعالى ويتجلى فيها نور الإيمان. فإذا أردت أن تخلو بربك وإذا أردت أن تنير قلبك فاجعل لك موطنا لآيات الرحمن، اجعل من قيامك نافذة للنور ومن تلاوتك زادا للروح. تأملوا معي هذا النداء، نداء عذب رباني من الله سبحانه وتعالى، حيث يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فقيام الليل ليس مجرد صلاة، بل محطة إيمانية يتزود بها القلب من نور الإيمان، حيث السكينة والطمأنينة والاتصال المباشر بالله جل وعلا. أما عن فضل تلاوة القرآن في الليل فانظروا كيف مدح الله أهلها في قرآنه، حيث قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالتلاوة الليلية نور للقلب وبركة في العمر ومغفرة للذنوب، وفي الليل تسكن القلوب فتكون معاني القرآن أعمق وأثرها في النفوس أقوى. والله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بأهل القرآن الذين يقومون به الليل، كما جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله جل وعلا في تلك الساعة فكن. فكيف نتلو القرآن الكريم في قيام الليل بخشوع وتدبر؟ أولا عليك بالطهارة، ثانيا الترتيل وعدم العجلة. قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. ثالثا التدبر والتأمل في آيات القرآن الكريم. اسمع إلى كلام ربك جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. رابعا الخشوع والتذلل إلى الله جل وعلا. قال سبحانه: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. خامسا استشعار المخاطبة من الله جل وعلا. قال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كيف تبدأ رحلتك مع تلاوة القرآن الكريم في هذا الشهر الكريم المبارك؟ استعن ب10 آيات كل ليلة من القرآن الكريم، واستعن بتفسير القرآن الكريم ومعاني كلمات القرآن الكريم ليزداد خشوعك وتأثرك. خصص لنفسك وردا يوميا من القرآن الكريم،
وليكن رمضان بداية العهد الجديد مع القرآن الكريم، في سكون الليل حيث تخلو بربك جل وعلا، تتنزل عليك آيات القرآن الكريم. في تلك اللحظة أنت لست وحدك، بل مع كلام الله جل وعلا، مع رحمته، مع نور يهديك. فهل ستجعل لليلك موطنا لآيات الرحمن؟ اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وأحزاننا. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.